حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طاجن كفته، بس ايه حكايه. وكمان هناخد من الطاجن ده احلى صوص ننزل بيه على الرز الابيض كده، هيروح في حته تانية. وصفه النهارده سهله وبسيطه، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي بصله كبيره وقرن فلفل حامي، هفرمهم في الكبه كويس بحيث ان البصل والفلفل ينعموا خالص. بعد كده هاخد اللحمه المفرومه وهنزل بيها على البصل في الكبه وهفرمهم مع بعض برضو علشان اللحمه عايزاها تنعم خالص. وده شكل اللحمه بعد ما فرمتها كويس في الكبه. هعجنها كده تاني برضو بايديا بحيث اتاكد ان اللحمه كلها اتفرمت. ولو مش حابه تفرميها في الكبه اعجني فيها بايديكي لغايه ما تنعميها برضو خالص. انا عايزه الكفته تبقى ناعمه خالص. يلا بينا نظبط البهارات. نحط فلفل اسود والسبع بهارات، معلقه صغيره من كل البهارات دي، فلفل اسود وسبع بهارات. الملح طبعا حسب حيائك انتي، ونحط رشه من جوز الطيب. ويلا نعجن الكفته او اللحمه مع البهارات كويس. بصوا شكل اللحمه ازاي طلع لها خيوط. احنا عايزين نوصل للدرجه دي لما نعجن اللحمه بايدينا. ونحط معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان ما تكشش معانا، وبرده نعجنها تاني. ويلا بينا نشكل اللحمه. انا هعملها صوابع، ولو لقيتيها بتلزق في ايديكي ادهني ايديكي بالزيت. بعد ما شكلنا اللحمه يلا نظبط الطاجن. عندي هنا الطاجن هنزل فيه بمعلقه كبيره من السمنه وادهنه كويس. بعد كده هيكون عندي خضار مقطعه جوليان، بصل وطماطم وفلفل الوان وفصين من الثوم، وهنظبطهم بالبهارات ملح وفلفل اسود. وهنزل معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من الدبس رمان. ولو ما عندكيش دبس رمان ممكن تنزلي بمعلقه كبيره من العسل الاسود مع عصره نص ليمونه. وهقلب الكلام ده كله مع بعض. ويلا بينا نرص الكفته على الطاجن او على الخضار. وطبعا احنا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن. بعد ما رصينا الكفته هنغطي الطاجن بالورق الفويل. ويلا بينا على الفرن. وده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن. هاخد من الصوص اللي نزل منه ده هدهن الكفته بحيث ان انا عايزه تاخد لون تاني، هدخلها تحت الشوايه يعني بحيث انها تاخد لون تحت الشوايه. وده شكلها بعد ما طلعناه من تحت الشوايه. عايزه اقول لكم الطعم حكايه، وما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود، وبجد وصفه سريعه وسهله وبتنجز معاكي لو في وقت زنقه. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو لصفحه الفيسبوك. باي باي.